إذا أخذنا العينة من الجهاز، هذه درجة الشرب. هناخذ العينة من نفس الدرجة، عينتين في إناءين مختلفات، هذه عينة وهذه العينة من نفس الدرجة. طيب لما نجي نختبرهم، طيب العينة واحدة، إذا ننفس على واحدة ونختبرهم، إذا نفسنا على هذه ولا هذه، عشان نبين الفرق في التنفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تنفس على الطعام والشراب، وبالذات السوائل. هذه عينة موية واحدة، نفسنا على واحدة وهذه ما نفسنا عليها. لما نجي نختبرها حنلاقي الفرق. هذه ما نفسنا عليها، صلت قلبية ممتازة جدا للشرب، درجة البي اتش فيها 8. أما هذه حطينا عليها التنفس، شوف كيف تغيرت. كلها من نفس المصدر. فرق واضح جدا، وكلها من نفس المصدر. تغيرت ليش؟ لأنه ارتبط معها غسان ثاني الكربون ناتج من التنفس مع مركبات المويه، يحولها حمضية وترفع الحموضة في الجسم، وهذه الحكمة من النهي في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم. لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حتى في الأمطار لما ينزل المطر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شيف راسك. ليش؟ المطر بينزل من السماء مقطر خالي من الأملاح، يذوب فيه ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي، يكون المويه الحمضية زي هذه تناسب خارج الجسم البشرة والشعر. ما ينفع أدخلها لداخل الجسم، بس تناسب البشرة والشعر.